السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده بسكوت الزبدة. احلى بسكوت زبدة ممكن تعمليه في البيت، وحاجة كده يعني تحفة. الريحة هتجيب اخر الدنيا، والتسوية بتاعتنا خطيرة، اللون حلو جدا. اللي هتعرفي كمان من تحت زي من فوق. بصوا اللون من تحت اللون من تحت عامل ازاي. اللون جميل جدا، والتسويه بتاعته حلوه قوي. وهقول لك ازاي التسويه بتاعته تطلع معاكي بالشكل ده، وازاي تطلع معاكي يعني قرمشه وريحه وطعمه حلو قوي. هقول لك على حاجه دلوقتي، انا ماشيه مع بعض بالتفاصيل بتاعه الخطوات بتاعتي. كوبايتين ونص من السكر بودر، انا السكر اللي بطحنه في البيت. ودي ربع كوبايه من اللبن. تقدري تبدليها بميه، يعني مش شرط يكون لبن، ممكن تبدليها بالميه. ومش هنحط المره دي بيكنج مش هنحط فانيليا سايله ولا فانيليا بودر، هنحط اسانس الحليب وخمس بيضات بحراره الغرفه. دول 750 جرام من الزبده، طريه جدا بحراره الغرفه. انا مش مطلعاها من التلاجة من بدري. هبدا ان انا انعمها بس شويه كده. بصوا يعني هي ساقعه من الجو، لكن هي اصلا فكاها وسايباها على الرخامه من بدري جدا، بحيث انها ما تبقاش ساقعه خالص وتبقى سهله معايا في الضرب. انا استكفيت بسرعه الجو يعني، وده اللي انا عايزاه. يعني الجو مش حر فالجو حلو. انا عايزاها تكون ساقعه بس مش سقعيه اللي هي تخليها محجره يعني. وهفضل اضربها كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنزل عليها بكوبايتين ونص من السكر البودر. المقادير دي على الشعرة مظبوطة جدا جدا جدا. يعني هتعمليها وعلى ضمانتي مش هيبوظ منك ولا هيفرش منك ولا اي حاجة خالص. هنبدأ ان احنا نضربه كده لحد ما اللون بتاعه يبقى كريمي خالص. لازم بقى في الخطوة دي انك انت تجيبي اللي على الحروف، عشان تضمني ان السكر كله اتقلب وكله داب. لان السكر لو ما دابش في الزبدة، او في سكر لسه ما تقلبش معايا، ده هيخليها تسيح. انا عايزة كله يندمج في قلب بعضه. وهفضل اضرب لحد ما اللون بتاعنا يفتحي خالص. طبعا السلك مضايقني جدا بس مش مشكلة. هنفضل نضرب كده لحد لما اللون بتاعنا يفتح زي ما هوريكي دلوقتي. الناس اللي زي حالاتي اتأخرت كده في عمايل الكحك والبسكوت، ما تنسونيش بقى في اللايكات. واللي يعجبه الفيديو بتاعي يقول لي كومنت حلو كده على ذوقه، وعشان افهم منه اذا كان عجبه الفيديو ولا ما عجبوش. وكمان لو في حاجة كمان نفسكم ان انا اعملها، يا ريت حد يقولها لي في الكومنت. وما تنسينيش بقى باللايك عشان خاطر يوصلك مني كل جديد. طبعا الناس اللي عندها العجان مرتاحه جدا. طبعا زي ما انتم شايفين كده اللون افتح جدا، مبقاش اصفر زي الاول. وهنزل بالخمس بيضات، بيضايه بيضايه. تختفي طبعا كل الخطوه دي احنا كلنا عارفينها. تختفي البيضايه اللي عندي ونرجع نحط البيضه اللي بعديها. طبعا انا بلف الطبق بدل ما الف ايدي، فبيسهل عليا ان انا اجيب الحروف والجوانب وكل حاجه. وبرده لازم تقلبي وتجيبي الحروف بتاعه الزبده، علشان خاطر ميبقاش فيها جزء فيه البيض وفي جزء لا. كله هيتقلب، كله يتقلب. ما ينفعش ان احنا نضرب في النص ونسيب اللي على الحروف زي ما انتم شايفين اهو. هبدا بقى انا انزل كميه البيض بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين، هم 5 بيضات. برضو بحراره الغرفه. ما تطلعيش البيض من التلاجة وتستعمليه، هيفصل معاكي في الزبده. اوعي تحطي البيض ساقع. كل حاجه بحراره الغرفه اهو. الجو اصلا ساقع، مش محتاج، مش هنقول الدنيا حر ولا حاجه. ولو الدنيا حر الزبده بتاعتنا هي اللي تبقى من التلاجة، مش في ليزر برضو ولا متجمده، بتبقى في التلاجة عادي خالص. لكن انك انت تحطي البيض ساقع، اوعي تعملي الحركه دي، هيقطع معاكي. وادي كمان بضايه. كده خلصنا البيت بتاعنا كله اهو. في واحده سالت قبل كده قدامي على الفيسبوك وبتقول انها بتضرب الزبده، واول ضربه ما مسكتها ضربه والتانيه لقيته فصلت معاها وجابت ميه. ده بيبقى نوع الزبده وحش يا جماعه، او حتى ده اسانس الحليب اهو. ده يا اما الزبده بتاعتها نوعها وحش، او هي عملتها بزبده بلدي. الزبده البلدي مع الضرب بتفصل معاكي طبعا سوائل. فخلي بالنا من النقطه دي. انا المستعمله الزبده بتاعتي نوعها فرن. اي نوع زبده بقى، رول باك، ممكن تستعملي اللي هي الكريستال. اي نوع تستعمليه. بس النوع تكون حاجه معروفه، تكون النوع انت عارفاه كويس قوي. كده انا خلصت الضرب بتاع البيض والفانيل، وحطيت اسانس الحليب. عايزه اقولك ان اسانس الحليب ده من وانا بضربه بس كده، انا عايزه اقولك ان ريحته حلوه جدا. انا دلوقتي في المرحله دي خلاص، انا مش هشتغل بالعجان بالمضرب تاني. مش هعجن بيه تاني يعني. هشتغل بايدي، لاني انا بجمع العجينه بتاعتي. انا مش هعجن. انا بس مجرد ان انا بقلب وبجمعها زي ما انتم شايفين كده.
طبعا العجين تحت ايدي ما شاء الله ملمسه حلو جدا جدا، يعني يفتح النفس بصراحة. هفضل بقى اقلب زي ما انتم شايفين لحد لما الاقي العجينه بتاعتي ما بتبقاش عجينه ماسكه نفسها، ولا بتبقى عجينه تتلم. خلي بالنا من النقطه دي عشان تبقى سهله ان بعمله في الكيس. طب يا صابرين، احنا شفنا ناس بتعمل نص كيلو بس من الزبده. انا حطيت حبه كده من اللبن وهرجع احط بقيه اللبن بتاعي، ما تقلقوش خالص. طيب انا هرجع اقول لك في ناس بتحط نص كيلو بس من الزبده. اللي بيحط نص كيلو من الزبده بيحط 750 جرام من الدقيق، مش بيحط كيلو كامل من الدقيق. برضو خلينا فاهمين النقطه دي كويس قوي. انا طبعا حطيت بقيه اللبن اللي كانوا معايا، وهبدا بقى ان انا اشتغل بالكيس زي ما انتم شايفين كده اهو. في ناس بتعمل اشكال تانية بصراحة، بس انا حاولت ان انا اعمل اي اشكال تانية ما جاتش معايا خالص، ايدي ما جاتش فيها او ما عرفتش اشتغل بيها. فانا اشتغلت بالشكل اللي انا اعرفه. طبعا انا مش عارفة املك الكيس عشان الرينج لايت جنبي، بس انا حبيت اوريكم الشكل بتاعها عامل ازاي. وهكمل بقى تاني كل الصينيه وهرجع لكم تاني واوريكم شكلها. انا كده خلصت ووريتكم الشكل بتاعها اهو بعد ما خلصتها. وهوريكي دلوقتي التسويه بتاعتها. حلوه جدا واللون حلو جدا والريحه ما شاء الله تحفه اهو. هرجع تاني واوريكي اللون من تحت ومن فوق روعه. متنسينيش لو وصلنا لحد هنا ما تنسينيش باللايك، وان شاء الله هنكمل مع بعض بقية حاجة العيد، وان شاء الله نور رضاكم. وما تنسينيش في الدعم انك انت تعملي لي لايك وكومنت كويس كده علشان خاطر يوصلك مني كل جديد.